تخيل معايا ان في عربية ماشية وفي 3 اشخاص جواها، طفل صغير، شاب كبير، وراجل كبير في السن. هوب العربية دي وهي ماشية اتزحلقت فجأة وعملت حادثة خفيفة كده. عايزك تتابع معايا بقى رد فعلهم. الطفل الصغير ضحك وقال الله حلوة الحركة دي يا بابا بعملها تاني. رد فعل الاب الكبير بقى قعد يصرخ ويقول يا نهار اسود احنا كنا هنموت. رد فعل الشاب قال بهدوء انتوا كلكم تمام، كلكم بخير، الحمد لله ان احنا طلعنا منها على خير، اهم حاجه اننا طلعنا منها على خير. خد بالك بقى معايا اللي انا عايز اوصله لك ايه، ان نفس اللحظه ونفس الحدث بس كل واحد شافها بطريقته، كل واحد فهم الموقف على حسب السوفت وير اللي جواه. وهو ده بقى بالظبط اللي بيحصل مع اي كلمه بتتقالك. ممكن كلمه فشل تفوق حد وتكسر حد تاني، ممكن كلمة أنا تعبان تخلي حد يرتاح وتخلي حد تاني ينهار. علشان كده أنا بقول دايما مش مهم اللي بيتقالك، المهم أنت مبرمج من جواك إزاي. لو السوفت وير اللي جواك ده متبرمج على الخوف والنقص وجلد الذات، أي كلمة هتتقالك هتفهمها أنت على إنها تهديد أو هجوم عليك أو تقليل منك. لكن لو اللي جواك ده متبرمج على الأمان وعلى الفهم وعلى التسامح، حتى النقد اللي بيتوجه لك تسمعه انت على انه فرصة. بقول لك ايه، عايز تبدأ تفهم نفسك اكتر؟ عايزك تراقب تفسيرك للكلام، مش بس الكلام نفسه، لا تفسيرك ليه جواك ايه. كل واحد فينا بيسمع نفس الكلمة بس بيفهمها بطريقة مختلفة على حسب اللي جواه. لو حسيت ان الكلام ده انت استفدت منه فعلا، اكتب لي في الكومنتات انك هتراجع السوفت وير اللي جواك. وعايزك بقى تشارك الفيديو ده مع اي حد بيفهم الكلام غلط، بيترجمه غلط.